ده مش تمرين لتمديد العمود الفقري، وممكن يكون خطر كمان لأنه ممكن يقفل العمود الفقري ويزود مشكلة الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر. في الفيديو ده هعلمك إزاي تمدد العمود الفقري بأمان في البيت وبطريقة سهلة، خصوصاً لو عندك انزلاق غضروفي أو خشونة في أسفل الظهر. وأحلى حاجة هتكتشف إنك مش لازم تكون صغير في السن أو رفيع أو عندك مرونة عالية عشان تعمل التمرين ده وترخي العمود الفقري. لما بنحاول نلمس رجلينا وإحنا مفردين الركب، إحنا كده بنشد عضلات ورا الرجل وبنضغط على العمود الفقري. في الحقيقة النوع ده من التمدد بيكون آمن على العمود الفقري في حالة واحدة بس، لما تقدر تميل لقدام وعمودك الفقري يبقى تقريبا من غير انحناءات. بس تقريبا محدش يقدر يعمل كده، أغلب الناس بتعمل كده. وفي الحقيقة كل ما عمودك الفقري بيعمل قوس أكتر كل ما الموضوع يبقى أخطر عليك. دلوقتي هوريك التمدد الحقيقي للعمود الفقري، كمان هعمل أكتر من كده. هعلمك التمرين ده خطوة بخطوة عشان يكون آمن وأي حد يقدر يعمله من غير ما يضغط على نفسه. السر هنا إنك ما تحاولش تمدد نفسك زيادة عن اللزوم. التمدد لازم يكون زي الإحساس اللي بتحسه وانت بتتمطع الصبح. لما تصحى من النوم وبتتمطع بتحس إنك بتمدد جسمك، بس ده تمدد مريح. ما تضغطش على نفسك ومفيش وجع، هو إحساس لطيف وممتع. تمام؟ ركز على الإحساس ده. ابدأ بقعدة على طرف الكرسي وحاول تقعد وبمقعدتك لورا شوي. حط رجليك على الأرض وابعد رجليك عن بعض وابعد ركبك كمان. هتنزل لقدام بهدوء وسيب جسمك، سيب بإيديك تساعدك. ماشي؟ افتكر إنك ما تضغطش على نفسك. يلا بينا. طلع النفس، انزل لقدام، اسند على كوعك وطلع النفس. هتنزل لحد ما تحس ان ظهرك بيتمدد. ماشي؟ امسك الكاحل، امسك القدم. لو قدرت وصل لحد الأرض وبس استرخي. خد بالك لو راسك مرفوعة ودقنك لقدام حاول تسترخي. لو لقيت صعوبة ممكن تعمل كده، يعني هز راسك كأنك بتقول مع النفس. شوف، خد نفس، طلع النفس واسترخي راسك. هتفضل مركز في الوضعية دي اللي فيها بتفرد ظهرك وبتتنفس بشكل هادي ومسترخي لمدة من 30 ثانية لدقيقة. بعد كده هتقوم بالراحة برضو بمساعدة ايديك. بص كده، امسك رجلك أو كحلك وسند كوعك على ركبتك واطلع لفوق براحتك وعلى مهلك. وهنا حاول تظبط عمودك الفقري كأنك بترتب عمودك الفقري من تحت لفوق. وبعدين خد نفس بهدوء وقولي حسيت بإيه. يا سلام، إحساس جميل. ولتحسين عمودك الفقري أكتر هعلمك ال4 حركات اللي بعملهم قبل ما انام عشان أجهز عمودي الفقري للراحة وما أصحاش جسمي متخشب. كل اللي عليك تضغط هنا على الشاشة. ولو قدرت أساعدك النهاردة افتكر تشارك الفيديو ده مع أي حد عنده ألم أو مشكلة في العمود الفقري. ده كل اللي بطلبه، خلى الفيديو ده يوصل ويساعد اللي محتاج. أنا هكتفي بكده. أطيب تحياتي وأشوفكم في المرة الجاية.